السلام عليكم، مرحبا بكم معايا وصفة من وصفاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي غاديين مع هاد الحرارة؟ الصراحة كاين الحرارة الحمد لله على كل حال. اليوم غنشارك معكم واحد الحلوه ديال الدوازاتاي خفان زربان وكتجي بنينه، فخليكم من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا الطريقه والمقادير. كما كتشوفوا عندي كاس سكر، كاس زيت، كاس كاوكاو، جوج بيضات، جوج اكياس خميره الحلويات من فئه 8 غرام، 3 ملاعق من النشا، وعندي 125 غرام من الزبده الحيوانيه و125 غرام من زبده التوريق. انا مزجت بيناتهم باش طون تكون عندي البنه ديال الزبده وطلع لي الحلوه اقتصاديه. قبيصه ديال الملح راكم شفتوها في القصريه، و800 غرام ولا حتى 750 غرام ديال الدقيق. اول حاجه كندير هو انني غنخدم الزبده مع السكر. بالنسبه لهاد الحلوه هذه تقدروا ديروا غير زبده حيوانيه، وفي حاله ما درتوا زبده حيوانيه بوحدها غديروا غير كاس الا ربع ديال الزيت. درتوا هذا درتوا زبده نباتيه غديروا كاس الا ربع كذلك ومثال. مزجتوا بيناتهم غديروا كاس. درتوا غير المارغرين فغديروا كاس وربع ديال الزيت. صافي غادي نخدم. اول حاجه كما كتشوفوا فانا وجدت البيض على جنب باش ملي نكون كنخدم تجيني القضيه سهله. فغادي نخدم هذاك السكر مع الزبده. دابا راه كاينه الحراره يعني دغيا كيتخدم لينا، وديك القريصه ديال الملحه مزيان مزيان حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي كيكون متجانس. يعني داك السكر دخل ليا في ديك الزبده. غادي نضيف الزيت. وهاد الحلوه هذه راه في الساعه كتخدم ملي كتكون الحراره، لانه كيكونوا العناصر كاملين سخونين، خصوصا الزبده اللي كتعذبنا ملي كيكون البرد. راه في الصيف في ساعه كنوجدوا هاد الحلوه هذه الصراحه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. صافي كما كتشوفوا فولا ليا الخليط متجانس. فغادي نزيد ليه في هذه المرحله هذه البيض. هاد الحلوه هذه تقدروا تخدموها في الهاشوار الا بغيتو، اولا حتى مولينيكس ماشي مشكل. ديروا الزبده والسكر والزيت تخدموهم مع قريصه ديال الملحه، ومن بعد تضيفوا البيض هو الاخر. صافي ملي كنضيف البيض عاوتاني كنبقى كنخدم حتى كنتحصل على واحد الشكل اللي على واحد الخليط عفوا ماشي شكل اللي تيكون كريمي عاد. باش غادي نضيف النشا 3 ملاعق كبار. هنا بالنسبه لهاد الحلوه هذه فانا درت فيها كاوكاو. ممكن انكم ديروا لوز كاس عامر، ممكن انكم ديروا قرقاع، ديروا اللي بغيتوا. ديروا كاوكاو، ديروا كوك محمر، رهيب الكاوكاو وشاكر راسو الراس. ودائما تنقولها لكم الحلوه الكاوكاو كتجي بنينه. صافي غادي نضيف الخميره ديال الحلويات اولا البيكين باودر، ومن طبيعه الحال كيف دائما فغادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. اللي ما كيعرفش صندوق الوصف فهو ديك السهم اللي تيكون تحت من العنوان كتكيو عليه كيعطيكم المقادير. صافي هنا كنبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. العجينه ديال الدوازاتاي خصها تكون هشيشه ورطبه بحال ديال الصابلي، باش الدوازاتاي ديالي منين كناكلوه كيجينا مرمل، يعني خفيف في العضه ماشي مدقس. داكشي علاش ضروري ما اننا نضيفوا شويه بشويه الدقيق وحنا كنخدموه، لانه واخا يكون عندنا نكونوا عارفين. مثلا انا عارفه انها غتاخذ ليا 800 غرام، ولكن الا ضفت 800 غرام دفعه واحده راه الحلوه ديالي غتجي مدقسه. باش كتجينا الحلوه مهويه كنخدموها شويه بشويه وما كنبالغوش في الخدمه ديالها. كما كتشوفوا انا راه غير تنلملم فيها، ما كنعجنهاش، غير كنهز شي ونحطو فوق شي باش ما كيبقاش داك الطحين هكاك معزول بوحديتو. وكنحيد من طبيعه الحال الفائض من يدين وصافي. راه واخا كنشوفوني خدامه بجوج يدين ولكن راه ما كنعجنهاش. صافي هنايا منين غادي نجمع الخليط ديالي غادي نشعل الفران باش يسخن، وغادي نبدا كنشكل فيها. هانتوما شوفوا الخليط كما قلت لكم كيكون رطب. هاد الحلوه هذه كتجي بنينه بزاف وسهله وتبارك الله كتخرج واحد الكميه يعني معتبره. صافي غادي نبدا كنخدم فيها. كندير واحد البلاستيك غير باش ما كتكونش ليا ديك القشره من الفوق ديال العجين ديالي. وغادي نخدم بهاد جوج مطابع هادو ديال الحلوه ديال اللوز. كاين ديال الشهده وكاين ديك اللي تيجي ما عرف شنو سميتو، كاين اللي كيقول له دوزام كله وشنو تيقول ليه. المهم خدموا باي طابع عندكم. ممكن غير انكم تكوروها وديروا ليها الوجه ديالها يا اما في كوك اولا سكر
السكر اولا، وديروا فيها الثقب في الوسط، من بعد ديروا فيه الشوكولاط. انا عندي هاد المطابع فخدمت بهم. هذا ما كندير في كل كره كندير يعني العبار اللي بغيت انايا، لكم الاختيار، ممكن ديروا 20 21 23 باش تجيكم الحبه معوطه. ديروا 23 غرام في الحبه، كتجي الحبه يعني هكا زوينه في الشوفه وفي الحطه وفي كل شيء. الا قدرتوا قليل فراه غتجيكم يعني شويه ناقصه في المنظر ديالها. هنا غادي نوريكم يعني المطيبعات بجوج، وانتم كتخدموا باش بغيتوا. انا كندوزهم في شويه ديال الدقيق، ممكن دوزوا ليهم الوجه ديالهم الحلوه، دوزوا لها الوجه ديالها في الكوك وطبعوها، ممكن دوزوا لها الوجه ديالها في السكر وطبعوها، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، وغادي نديرهم في اللاطه اللي غيكون فيها يا اما مدهونه بالزيت اولا فيها الطابي سيليكون ولا هذا البابي كويسون، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه لهاد الحلوه هذه راه كتخرج ما شاء الله كميه معتبره كما قلت لكم، وثمن البيع ديالها كيبقى 80 درهم الا درتو نفس المقادير اللي درت انا. خدمته الكيلو عبار بطبيعه الحال ماشي هاد المقادير كامله، خدمته بزبده حيوانيه بوحدها، فكتحسبوا المقادير ديالكم، يعني كديروا ليها واحد 90 درهم 100 درهم، لانه الزبده راه غاليه، وحتى اللوز حتى هو راه غالي. مهم نتوما كتشوفوا على حسب شنو دخلتوا في الحلوه ديالكم، وكتضربوه في 3 اولا في 2 على حسب شنو بان لكم نتوما مسلكم ولا كاليتي ديال البرودويات اللي خدمتوا بهم. صافي ها نتوما هذه هي الشكل ديالها من بعد ما طابت، يعني راه كتجي تبارك الله اللون ديالها موحد، وكتجي طياب واحد. دائما الحلوه انا كنطيبها على المهل. ودابا غادي ندوز نزينها، فعندي شوكولاط بيضاء، وعندي شويه ديال هذا الكونكاسي ديال اللوز ولا الكاوكاو. المهم انا هذه خدمتها هكا للدار وصافي. درت فيها الكونكاسي ديال اللوز 80 درهم، راه ماشي بالكونكاسي ديال اللوز باش ما يجيونيش داك التعليقات انت درتي فيها اللوز وتتقولي 80 درهم. 80 درهم راه كتكون مخدومه بكاوكاو وبنص ديال الزبده وحيوانيه ونص ديال الزبده نباتيه ديال المارغرين. هادشي وكان. اما الا خدمتوها باللوز فراه كتخرج ب 100 درهم. المهم على حساب عاوتاني نتوما باش بشحال شاريين اللوز. كندير نغطس ليها قل من نص في الشوكولاط، يعني عي شويه وعي الوجه، اما لتحت ديالها راه ما فيهش الشكلاط. كندير ليها هكايا واحد رشيشات ديال الورد، هذاك الورد البلدي شديته قطعته غير باش يعطيني شويه هكايا اللون لديك الشكلاط هكا ابيض مع ديك اللوز. وانتوما ديروا اللي بغيتو، ممكن ديروا غير الفيرميسال هكا تكون ملونه ديال الشكلاط اولا فيرميسال كحله، كيبقى لكم الاختيار. صافي. وبالنسبه للشكل الاخر منين كان سخون شديت يعني طرف واحد ديال الشكلاط. انا هاد المقادير هادو راه قسمتهم، درت منهم هاد الشهده ودرت منهم مرمضاق واحد، ودرت منهم هذيك اللي دايره بحال الفرفاره هذيك. فاون فوا خرجت الطاوه من الفران، قطعت طريف واحد ديال الشكلاط، يعني مربع واحد ديال الشكلاط، قطعته طريفات صغارين وقسمتو عليهم طريف. عندكم لي بيبي دو شوكولا غديروا كل وحده غديروا فيها شويه. انا ما كانش عندي لي بيبي دو شوكولا في الدار، فخدمت بواحد واحد طريف ديال الشوكولات من عندي من الدار. الوغ غنكمل هاد الحلوه هادي كما كتشوفوا راه ما كنتهزش ليا بزاف. هنا الا قلت لكم 6 ديال الطريفات ديال الشوكولاط راه خدمت بهم هاد الكميه كامله وشاط ليا. يعني هاد الحلوه هادي راه درت فيها داكشي اللي كان عندي في البلاكار في الاخر ديال الشهر. صافي وصاوبتها، ما مشيتش كنقلب على شنو عندي شنو ما عنديش. ها نتوما كنزينها تزيين بسيط جدا، وكتجي راقيه في المنظر ديالها وحتى في المذاق ديالها. اقترحت عليكم اليوم يعني تخدموها هكا نص زبده سنترال اولا زبده حيوانيه ونص مارغرين. جربوها باش تاكدوا من المذاق ديالها كيجي زوين. حنا عارفين الزبده كتزين الحلوه احسن من المارغرين. هذا هو الشكل النهائي ديالها، اقتصاديه وكتعطي كميه وفيره راه تبارك الله، يعني الخير والبركه. ومن الداخل كتجي مرمله بحال اللي كتاكلوا شي صابلي. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم. اللي اول مره كيشوف القناه كنقول ليه اشترك وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد، واللي معايا من الاول تنقول لهم شكرا. وما تنساوش اللايك والكومونتير زوين بحالكم. السلام عليكم. الوصفه جايه.